في ناس بتشتري بيوت جديدة وبتفتكر إن اللي اشتروه هو مجرد جدران وسقف، لكن في الحقيقة بعض البيوت بتبقى مليانة أسرار ما ينفعش تتفتح. الليلة دي هحكي لكم عن عشتار، بنت عايشة في بيت مش عادي، والليلة الأولى فيه كانت آخر ليلة طبيعية في حياتها. عشتار كانت بنت عادية، أو على الأقل ده اللي كانت بتقوله. أبوها كان راجل غامض، بيتقال عليه إنه ساحر قديم وبيملك كتب غريبة مقفولة بالشمع. بعد ما مات ورثت عنه البيت القديم اللي في أطراف المدينة. أول ليلة ليها هناك كانت هادية بشكل غريب، الهدوء اللي يخوف. في نص الليل بدأت تسمع خطوات بتمشي فوق السقف، رغم إنها عايشة لوحدها. خرجت من أوضتها ومفيش أي صوت، لكنها حست بحاجة كأن في عيون بترجبها من كل ركن. في الصالة لقيت كتاب من كتب أبوها مفتوح لوحده، على صفحة مكتوب فيها بخط مرعب: اللي يفتح السر يتحمل العواقب. من اللحظة دي كل حاجة اتبدلت. المراية في البيت بدأت تعكس صور مش ليها، تشوف نفسها بس ما بتتحركش زيها. ومرة وهي نايمة صحت على صوت همس جاي من الدولاب. لما فتحته لقت صورة ليها وهي صغيرة متحرقة من النص. بدأت تحس إنها مش لوحدها، بدأت تكتب كل اللي بيحصل، كل تفصيلة. لكن تاني يوم الصبح كل الورق كان ممزق، وكلمة واحدة مكتوبة على الحيط: انتي اللي بدأتي. في الليلة الرابعة اختفت عشتار. الشرطة دخلت البيت لكن ملقوش أي أثر ليها، بس لقوا حاجة واحدة: كتاب أبوها مفتوح على آخر صفحة مكتوب فيها: أنا مشيت في الطريق ومفيش رجوع. لحد النهاردة